إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بناتي، ازيكم يا اخواتي، يا رب تكونوا بخير. النهارده نعمل مع بعضينا باسكت للغسيل، والباسكت للغسيل هيكون عبارة عن اقفاص الفاكهة بنستغلها استغلال طيب واستغلال كويس. يعني هنعمل ايه؟ اول حاجة هنجيب 3 معنا حسب الطول اللي انت عايزاه. تقول معايا 3، ده الطول اللي انا عايزاه. هنشيل القاعدة ديت اللي انتوا شايفينها، هنشيل القاعدة دي والقاعدة التانية، لكن الأولانية اللي هنسيبها هنشيلها بإيه؟ بمنشار أو بسكينة. وبعد ما نشيلها نشوف هنشتغل ازاي. يلا بينا كده حبايبي. خلينا واحد بس الأرضية بتاعته زي ما هي، وجبنا الاتنين دول فتحناهم زي ما انتوا شايفين كده. هنركبهم بالشكل ده كده، وهنجيب معانا القفيز ده يكون موجود منه، في منه ابيض وفي منه اسود وفي كبير عن كده وفي اصغر، فانت تجيبيه على حسب الحجم الحاجه اللي عندك. هندخله كده من هنا، وتاكدي عليه انها اتقفلت. كده يا حبايبي دبسنا الاربع جوانب، بقت جامده اهي. هنجيب المقص ونقص الزيادات. دلوقتي حبايبي قفلناها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده، بقى الطول اللي احنا عاوزينه. طيب هنجيب معانا كرتونه زي دي كده عشان التغليف. اول حاجه هناخد معانا الجنب. هنشوف كده الجنب على قد الاجنحه بالظبط، يبقى الجناح ده من غير ما نقيسه على قد الجناح. طب والعرض هناخد كده بالعرض، بس هنقص ده الاول. خليكم معايا كده. هناخد مع بعضينا اول جناح الجزء ده كده. يبقى عملنا اول حاجه اللي هي الجناب زي ما انتم شايفين كده، الطول. والحتت الزياده دي اللي هتطلع، الحاجات الزياده اللي هتطلع من الاجنحه هنحطها هنا معايا. نشوف بقى الظهر. كده خدنا الظهر اللي احنا عايزينه، هنقيس بالمسطره ونقص. كده حبايبي قطعنا على قد العرض بتاع الباسكت بتاعنا بالكرتونه بالشكل دوت، وهنحاول نقفله معانا بايه؟ بالشمع. هندخل كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده حبايبي لزقنا الجوانب. هنمسكها بعد الشمع علشان الفتحات اللي زي دي كده باللزق اللي هو الورق زي ما انتم شايفين كده. تعالوا معايا. كده حبايبي قفلنا الزوايا الأربعة وبطناها من جوه. دلوقتي جه دور التقفيل بتاعنا من جوه. أي قماشة عندك سواء خيش أو قماشة عادية أو قطيفة أو قماش كوخ زي كده، قفلي بيه وبعد كده حطي الجزء النهائي. دلوقتي ده هندخلها كده من جوه، نحاول نقفلها من جوه ونلزقها بالشمع.
حبايبي عملناه مع بعضينا وبطناه من جوه البطانة الأولى. بعد كده بقى هنعمل البطانة اللي هي في الوجه. تلاقي حتة قماشة تكون عندك وكنش عايزاها بس يكون شكل جميل. هنبتدي مع بعضينا كده نلزقها. بناخد مع بعضينا الطول كده الأولاني زي ما انتم شايفين كده، ونبتدي نلزق. بسم الله. ايه رأيكم حبايبي؟ ده الشكل النهائي بعد ما خلصت. يا رب يكون حاز على اعجابكم. اي حد عنده سبت غسيل ممكن يجمع 2 3 4 على حسب ما هو عايز، ويعمل ممكن باسكت زي دوت بدل ما تروح تشتريه بالشيء الفلاني لولادك. تعمليه يبقى شغل ايديكي وتبقى معتزية بيه ويبقى شكله تحفة كده. انا عملته بصراحة، انا مبهورة بيه وعاجبني جدا وحلو قوي. يا رب يكون عجبكم ويكون حاجة بسيطة وسهلة على كل حبايبي وكل اللي شايفين. إن عجبكم متنسوناش باللايك والسبسكرايب والتعليقات الجميلة لبيت المنى. أشوف وشكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.